شباب ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا دايما بخير. في الفيديو ده حبيت ابدا معاكم قناه من الصفر لحد ما اوصلها ان هي تحقق الاف الدولارات شهريا. وطبعا انا بعمل تجربه زي دي لان حابب اعمل كورس وابيعه، لكن قبل ما ابيع اي حاجه للناس حابب ان انا اتاكد ان انا اقدر فعلا اوصل قنواتهم زي ما اقدر اوصل القناه دي. فالقناه دي تجربه والله سواء نجحت ان انا انجح القناه دي او فشلت ان انا انجحها والله لا الفيديو ده هينزل. طيب اول حاجه عملناها هو ان احنا عملنا ايميل ووثقناه، وعملنا القناه ووثقناه. طبعا لازم نكون بادئين كل حاجه صح 100%، لان زي ما بيقولوا كده دي القاعده اللي بتبني عليها القناه بتاعتك. وطبعا في كميه فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب بتشرح ازاي تعمل ايميل وتوثقه وازاي تعمل قناه وتوثقه. طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي هو ان انا اروح احمل اول فيديو ليا على القناه الجديده وننتظر ونشوفه هيعمل ايه. اعمل اختيار ملف، وبعد كده اخش على الفولدر اللي انا مسميه محتوى اجنبي، وده النيتش اللي انا هشتغل عليه او ده النيتش اللي القناه دي هتشتغل عليه. اول فيديو بيتم تحميله بنجاح. طبعا عايز اقول لك نصيحه، والنصيحه دي مهمه جدا جدا جدا. اول ما تنشئ قناه على الايميل بتاعك اوعى تبدا تنزل محتوى على طول، سيبها اقل حاجه 48 ساعه، وخلال ال 48 ساعه دول ابدا اتفرج على محتوى نفس المحتوى اللي انت هتقدمه على قناتك، وتفاعل في المحتوى ده عشان ده كله بيفرق مع الخوارزميات. عايز اقول لك ان التريكات ديت من اهم التريكات اللي هتفرق معاك. طب يا شباب انا كده حطيت عنوان الفيديو والوصف بتاع الفيديو، يلا بينا نكمل في تحميل الفيديو. وعايز اقول لك برضو اوعى تعتمد على الصوره المصغره اللي اليوتيوب بيديها لك او بيختارها لك من الفيديو بتاعك، واعمل انت صوره مصغره وحطها على الفيديو بتاعك. طبعا الفيديو بتاعنا نزل على اليوتيوب وعمليه التحقق 100%، يعني الفيديو ما عليهوش اي حقوق طبع ونشر، والفيديو ما فيهوش اي مشاكل، يعني الفيديو باذن الله يقدر يجيب مشاهدات والقناه تقدر تنجح باذن الله. طيب بعد ما خلصنا التفاصيل هنخش على عناصر الفيديو. عايز اقول لك تريكايه مهمه جدا، وهم الثلاث حاجات دول احنا مش هنستعمل منهم غير حاجه واحده بس، وهي اضافه شاشه للنهايه. وده عشان خاطر المشاهد لما يخش يتفرج على الفيديو بتاعك يخلص يقدر ينقله على فيديو تاني. لكن هتقولي طب ما البطاقات مهمه يا محمد. عايز اقول لك ان ده اصلا اول فيديو على اليوتيوب، يعني مفيش اصلا فيديوهات عشان نختارها ونحطها في البطاقات هنا. لكن كل اللي احنا هنعمله هندوس على الاختيار ده ونعمل اضافه، وبعد كده هنختار اضافه فيديو واحد، مش هنضيف اي حاجه غير فيديو فقط. والفيديو هنخليه في نص الشاشه كده بحيث ان هو يجذب عين المشاهد. وبعد كده هتختار حاجه من الثلاث حاجات دول، انت تقدر تختار اي حاجه، لكن انا هختار احدث فيديو تم تحميله، وبعد كده هعمل حفظ، وبعد كده هعمل التالي. حقوق الطبع والنشر لم يتم العثور على اي مشاكل، يعني الفيديو سليم 100%. بعد كده هنعمل التالي، مستوى العرض طبعا غير مدرج، هنعمل حفظ. طيب كده باقي ان احنا نحط الصامنيل او الصوره المصغره بتاعه الفيديو. انا هحطها من على الموبايل بتاعي عادي جدا مفيش اي مشكله، لكن عايز اقول لك نصيحه مهمه جدا، ودي مش نصيحه بل تحذير مهم جدا. اوعى تدخل تتفرج على اي فيديو انت هتنزله على قناتك على اليوتيوب، حتى لو الفيديو ده ما جابش مشاهدات اوعى تخش تتفرج عليه، واوعى تاخد لينك الفيديو تبعته لاصحابك عشان يدخلوا يتفرجوا عليه. خليك فاكر انت بتستهدف جمهور اجنبي، ما انتش محتاج اي مشاهد عربي. طب يا شباب احنا كده حملنا مع بعض اول فيديو وعملنا له اكتر من صوره مصغره، حطينا واحده دلوقتي بحيث ان احنا نشوف نسبه النقر على الفيديو. بعد كده لو لقينا نسبه قليله نبدا نغير الصوره. طيب عشان برضو الفيديو ما يطولش اكتر من كده، لان حرفيا الفيديو عدى ال 10 دقايق، انا هحمل الفيديوهات عادي جدا بشكل مستمر، لكن هوريكم الاحصائيات اول باول. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولو القناه دي نجحت فعلا وقدرت ان انا احقق منها نتائج هسيب لك رقم تليفون في اخر الفيديو، تواصل معايا ونبدا نحقق نتائج زي ما حققنا في القناه دي اللي احنا لسه ما حققناش فيها حاجه. يعني هقول لكم على تريكايه انا كنت قاصد استخدمها في القناه بتاعتي، والتريكايه ديت وهي نسخ المحتوى. زي ما انت شايف كده ان المحتوى ده او الفيديو ده جايب 168 مليون مشاهده، والفيديو ده بتاع مستر بيست يا دوبك بس حاطط شخصيته ومزود اشخاص ومزود حاجات كده، يعني معدل على الصوره شويه، والفيديو جايب عنده 285 مليون مشاهده. حرفيا انا نسخت نفس فكره الفيديو. عايز اقول لك وده اللي هم عملوه، واحد بدا عمل الفيديو والتاني خد منه الفكره نسخها، وانا خدت منهم الفكره ونسختها، وتقدر انت كمان تعمل نفس الفكره لكن باسلوبك وبطريقتك انت. طب يا شباب هو الحمد لله انا شايف في امل. الفيديو جاب 96 مشاهده، هسيب لكم دلوقتي سكرين للفيديو ده، كان جايب حوالي من 8 فيديوهات 8 مشاهدات او حاجه شبه كده. نسبه النقر على الفيديو كانت بتهيألي 17 18 حاجه زي كده. نسبه النقر دلوقتي وهي 29. مده المشاهده في الفيديو وهي 4 دقايق و6 ثواني، فدي نسبه كويسه جدا. فده يدل ان احنا فعلا طالعين، يعني السهم طالع واحنا طالعين احنا كمان. وبصراحه الفيديو ده حقق نتائج كويسه جدا، وتقدر تشوف المشاهدات جايه منين، تتابع انت بنفسك، انا مش عايز اتكلم كتير. تمام. برضه هحط لكم سكرين للفيديو ده، وهو اصلا كان جايب حوالي من 0 مشاهده، هحط لكم سكرين دلوقتي. الفيديو ده جايب 146 مشاهده، والفيديو ده 86 مشاهده، وده 5 مشاهدات، وده لسه غير مدرج. تمام. اتمنى ان يعني التجربه دي ما تفشلش، لان بصراحه هتضايق جدا لو فشلت. الحمد لله اول انجاز حققناه في القناه وهم 17 ساعه مشاهده ب5 مشتركين، فاللي هو التوتال 6 مشتركين اصلا يعني، فالحمد لله انا راضي. اتمنى بس التجربه دي ما تفشلش وازعل، والله العظيم مضيع جهد ووقت كبير جدا على التجربه دي.
احنا باينين هننجح. اول فيديو يضرب يجيب عدد مشاهدات كويس، 892 مشاهده، 95 ساعه مشاهده، 10 مشتركين. الفيديو بدا يجيب مشاهدات بعد اليوم ال 12 زي ما واضح قدامك كده. هسيب لكم سكرين للفيديو ده وهو كان جايب 11 مشاهده بتهيالي. مشاهدات الفيديو اخر 48 ساعه ممتازه بصراحه، زي ما ظهر قدامكم كده. بعد اليوم ال 12 الفيديو بدا يجيب مشاهدات. طب يا شباب، الفيديو ده بقاله حوالي من 21 يوم، الحمد لله حقق 9000 مشاهده، وحقق 1100 ساعه مشاهده، وحقق 76 مشترك. الفيديو اخر 48 ساعه جايب 4272 مشاهده، فنتائج كويسه جدا ونتائج مبهره بصراحه. طب يا شباب، زي ما ظهر قدامكم احصائيات القناه، 8000 مشاهده، 800 ساعه، 70 مشترك، وده كله اخر 28 يوم. باذن الله نجاح للقناه دي. طب يا شباب، الاحصائيات اللي هوريها لكم ديت بعد يومين بالظبط، تمام؟ يعني احنا كنا بنصور يوم 25 سبتمبر، النهارده 27 سبتمبر، تمام؟ تعال نبص كده على الاحصائيات. الفيديو او القناه جايبه 21000 مشاهده، 2500 ساعه مشاهده، 183 مشترك، توتال المشتركين حوالي من 388 مشترك، تمام؟ القناه زي ما ظهر قدامكم كده، ثواني، زي الفل، 27000 مشاهده اخر 48 ساعه، ممتازه. شرط من شروط الربح من اليوتيوب اهوت، 999 مشترك و800 ساعه. باقي مشترك واحد في الشرط الاول، والشرط الثاني ما عادش حاجه. هانت. يا نهار ابيض، اهم رساله ممكن اي صانع محتوى يتمنى او يحب ان هو يشوفها، ان القناه اتقبلت في الربح. تم قبول القناه والحمد لله. لو تفتكروا الفيديو ده في البدايه كان عامل ازاي، فاكرين؟ كان اول 20 يوم ليه كان عامل ازاي؟ حاليا دلوقتي الفيديو ما كملش ال 30 يوم وجايب 291 الف مشاهده، 39 الف ساعه مشاهده، واكتر من 1900 مشترك. طبعا لسه مقدمين القناه في ادسنس، تمام؟ فلسه ما عملتش ارباح، يعني لسه القناه تحت المراجعه، تمام؟ باذن الله تتقبل. القناه اخر 48 ساعه جايبه 47 الف مشاهده، فباذن الله نجاح، يعني نجاح. الحمد لله القناه اخر 7 ايام بس عامله 217 دولار، تمام؟ فانا مرضي، والله العظيم مرضي، تمام؟ نسبه النقر على الفيديو 33%، تمام؟ ثواني عشان بس يكون ظاهر اكتر، تمام؟ المشاهد قعد حوالي من 8 دقايق، حوالي ايه، المشاهد قعد 8 دقايق في الفيديو، تمام؟ فنسبه كويسه جدا، كويسه جدا 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 يعني، تمام؟ انا متوقع نجاح، يعني هي الحمد لله، الحمد لله، يعني ظني ما خابش، الف حمد وشكر ليك يا رب. انا كنت متاكد ان انا اقدر اوصلها لنتيجه كويسه زي ما باذن الله وصلت قنواتي اللي معايا. عايز اكد لكم بس ان ال 218 دولار دول ربح كام يوم؟ ربح من يوم 4 اكتوبر 2025 ل 4 اكتوبر ل 8 اكتوبر 2025، تمام؟ ربح 4 ايام بالظبط، واليومين اللي هم فوق الاربع ايام اللي هو الخامس والسادس والسابع اللي هم الثلاث ايام كانت القناه في الوقت ده بتتراجع. طب يا شباب، بعد حوالي 34 يوم من انشاء القناه بتاعتنا، حابب اوريكم المشاهدات وصلت لفين. الفيديو ده جاب 600 الف مشاهده والحمد لله، ثواني، 600 الف مشاهده، 19 الف مشاهده، 487 الف مشاهده، 941 الف 86 مشاهدات جباره كلهم. طبعا ما فيش عليهم اي حقوق طبع ونشر. احنا هنوقف التحدي لحد كده لان احنا حرفيا نجحنا، تمام؟ تعالى اوريكم احصائيات القناه وصلت لفين، او هوريكم احصائيات فيديو من الفيديوهات اللي نازله على القناه ونازل بقاله يومين بس. طيب قبل ما اوريك اي حاجه، صلى على النبي. الساعه حاليا دلوقتي الساعه 3 ونص، 36 دقيقه، تمام؟ بص معايا كده، القناه عامله، او الفيديو ده فيديو واحد اهو، ده الفيديو، تمام؟ عامل 600 الف مشاهده، 108 الف ساعه مشاهده، 3000 مشترك، عامل 815 دولار، تمام؟ الفيديو بقاله يومين اتنين بس يا شباب، يومين اتنين بس. لو جيت تسالني ازاي حققت النتائج دي، هقول لك لان القناه دي بدات صح واشتغلت عليها صح واديت لها وقت واهتمام، فعشان كده قدرت ان هي تحقق النتائج دي. طب يا شباب، احنا نوقف التجربه لحد كده زي ما انا قلت لكم. لو حابب تبدا معايا ابعت لي على الواتساب، هندخل ميتنج مجانا اوريك نتائج الطلاب اللي معايا في الكورس البرايفت او اللي معايا في الكورس المسجل، وشوف انت حابب تبدا معايا في ايه، وباذن الله اقدر اخليك تحقق نتائج زي كده بل اكتر كمان. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم. وقبل ما اقفل بس الفيديو للاخر، عايز اقول لكم ان الحمد لله التجربه نجحت. انا كنت فعلا مقلق جدا، لان لو كانت التجربه دي فشلت فكان حرفيا حاجات كتيره جدا كنت مخططها في دماغي كانت هتبقى فشلت بنسبه 100%، تمام؟ تعالوا اوريكم الار بي ام بتاع المحتوى عشان ما حدش يقول مثلا ازاي 800 دولار من 600 الف مشاهده والكلام ده. فالار بي ام بتاع المحتوى، تمام؟ الار بي ام 5 دولار 89 سنت، تمام؟ اتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم. عامل زي الفل، من 8000 مشاهده عامل 36 دولار. اعمل ريفريش كده. 4 دولار ده رقم كويس، كويس جدا يعني. 4 دولار لكل 1000 مشاهده، فده كويس جدا.
خش لي على الجمهور، انزل لي تحت كده، انزل اهم المناطق الجغرافيه، وهي النسبه الاولى للولايات المتحده. انت الاستهداف بتاعك كويس جدا، ارباح كويسه جدا، RPM بتاعك كويس جدا جدا يعني، والحمد لله.